أهلا بيكم مع حدوتة جديدة من فيلم جديد، وحدوتتنا النهاردة من فيلم اسمه ذا امبوسيبل أو المستحيل. قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير للفيديو، وتعملوا سبسكرايب للقناة لو لسه ما عملتوش، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم منا كل جديد. بتبدأ أحداث فيلمنا على طيارة متجهة لتايلاند، وفيها بيدور حوار بين ماريا وجوزها هنري، واللي بيسألها إذا كانت شغالة إنذار الحريق في البيت قبل ما يخرجوا ولا لأ، وبتأكد له ماريا إنها شغالة الإنذار وإنه مش لازم يلاقيها في رحلتهم علشان يقدروا يستمتعوا بكل لحظة فيها. وبيجي لها ابنها توماس وبيقول لها ان اخوه لوكاس ساكت ومش بيتكلم اي كلمه، وبتطلب ماريا من توماس انه يقعد جنب هنري، وبتروح للوكاس وبتتكلم معاه علشان تفهم هو ليه ساكت ومش بيهزر مع اخوه. فبيقول لوكاس لان توماس بيخاف من كل حاجه وعلشان كده مش بيحب يتكلم معاه. وبتقول له ماريا انه لازم يتعامل مع اخوه بطريقه احسن من كده طول الرحله علشان ما يحصلش اي مشكله. وبيقدروا كلهم انهم يقضوا اجازه كويسه، وبينزلوا من الطيارة وبيوصلوا للمكان اللي هيقضوا فيه أجازة رأس السنة في تايلاند، وبيقابلهم مسؤول الفندق اللي هيقعدوا فيه وبيقول لهم إن المكان آمن وهادي جدا وهيكون مناسب ليهم علشان يقدروا إنهم يقضوا رحلة سعيدة. وبنشوفهم فعلا قاعدين في شاليه حلو قوي وقدامهم البحر والفيو روعة، وبيقضوا يوم حلو جدا، وبالليل بيحضروا حفلة رأس السنة على الشط. وفي تاني يوم بنشوف ماريا وجوزها هنري وهما بيوزعوا الهدايا على أولادهم وبيطلعوا على البحر علشان يقضوا يومهم. وهناك بنشوفهم هما بيغطسوا ومستمتعين بالمناظر الجميلة اللي كانت موجودة في البحر. بعد كده بنشوف لوكاس واخواته توماس وسيمون بيلعبوا بينج بونج ومستمتعين بوقتهم، وبتروح ماريا تتكلم مع هنري واللي مشغول بتليفونه، وبنعرف انه عنده مشكلة في شغله والمشكلة ممكن تأثر على مستواهم المالي. وبنعرف كمان من مناقشتهم إن ماريا سابت مجال الطب علشان تقدر تربي أولادها، وبتطلب منه إنه يساعدها إنها ترجع تشتغل تاني. ويقوم هنري علشان يلعب مع اولاده في حمام السباحه، وبنشوف ان في صمت مخيف جدا بيقطعوا صوت الطيور اللي بتسيب الشجر وبتطير، وكأن في حاجه خطر بتقرب من المكان. وفجأة الدنيا بتتقلب وبنسمع صوت رياح، وفجأة بيضرب إعصار قوي جدا المكان، وبنشوف الشجر بيقع والدنيا بتتدمر، ولأن الموجة كانت عالية وقوية كانت بتشيل أي حاجة موجودة قدامها. وبيحصل فوضى في كل مكان، وبنشوف بعدها ماريا وهي ماسكة في جذع شجرة وبتطلب أي حد إنه يساعدها، وبتبص حواليها وبتشوف ابنها لوكاس وهو بيعوم وبينادي على أي حد يساعده. فبتقرر إنها تسيب جذع الشجرة وتروح للوكاس، وفعلا بتوصل له وبيقدروا إنهم يطلعوا على سقف عربية علشان ينقذوا نفسهم من المية، لكن بتخبط في شجرة وبتفرقهم عن بعض مرة تانية. وبنشوف جذوع الشجر اللي موجودة في كل مكان واللي بتسبب لماريا إصابات في كل مكان في جسمها، لكنها بتحاول إنها تكمل عوم علشان تقدر إنها تنقذ نفسها وكمان ابنها. وبتلاقي ماريا موجة عالية جاية من ورا ابنها لوكاس وبتطلب منه إنه يتفاداها، وبينزل لوكاس في المية وفعلا بيقدر إنه يتفاداها، وبيطلع مرة تانية من المية لفوق وبيمسك بسرعة في عمود خرسانة، وبيدور على أمه ماريا اللي فعلا بيلاقيها، وبيوصلوا مع بعض لجذع نخلة وبيمسكوا فيه هما الاتنين. وبيقول لأمه إنه مرعوب ولكنها بتحاول إنها تطمنه، وبنشوف في عينيها نظرة خوف لأنها خايفة على جوزها وولادها التانيين خصوصا لأنهم مش باينين حواليهم. وبتقدر ماريا مع ابنها لوكاس إنهم يوصلوا لمكان الموج فيه هادي، لكن بنشوف إصابات قوية جدا في رجليها، وبتحاول إنها تربط رجليها بأي حاجة علشان النزيف يهدى شوية. وبيساعد لوكاس ماريا وبيمشوا علشان يلاقوا أي حد يساعدهم، وفي طريقهم بيسمعوا صوت ولد صغير بيستغيث وبيطلب المساعدة وبينادي على أبوه وأمه. وبتحاول ماريا انها تقنع لوكاس انهم يشوفوا الولد ده فين ويساعدوه لانه يرجع لاهله، لكن لوكاس بيقول لهم انهم كفايه عليهم ان اخواته ماتوا وانهم لازم يركزوا دلوقتي في انهم ينقذوا حياتهم هم وبس، لكن هم بتقول له انهم لازم يساعدوا الولد الصغير ده حتى لو ده اخر حاجه يعملوها في حياتهم، وانهم لازم ينقذوا اي حد بيطلب مساعدتهم. وفعلا بنشوفهم وهما بيدوروا على الولد الصغير لحد ما بوصلوا له وبينقذوه وبيشيلوا لوكاس على ظهره، وبنعرف ان الولد ده اسمه دانيال، وبيقعدوا على شجرة عالية علشان لو جت اي موجة ما تغرقهمش مرة تانية. وبنشوف دانيال وهو بيطبطب على ماريا بكل حنية لما شاف الجرح اللي في جسمها، وكأنه بيشكرها لأنها ساعدته ونجته من الموت. وبيقعدوا فترة كبيرة جدا على الشجرة، وبيكون لوكاس قلقان على أمه لأن إصابة رجليها خطيرة، وفجأة بيسمعوا صوت حد بيقرب منهم، وبنشوف راجل السكان الأصليين للمدينة وبيحاول إنه يساعد ماريا في إصابتها. بعد كده بياخد الراجل العجوز ماريا معاه لقريته، وبيحاول الستات هناك إنهم يساعدوها، لكن كان لازم إنها تتنقل لمستشفى لأن إصابتها خطيرة، وبينقلوها للمستشفى قريبة، لكن لما بيوصلوا بتكون المستشفى مليانة مصابين ومفيش أي مكان لأي حالة جديدة. لكن بيحاول الراجل العجوز إنه يدخلها بأي طريقة، وفعلا بتدخل ماريا وبنشوفها مع ابنها لوكاس في أوضة في المستشفى. وبتكون إصابتها قوية جدا، ولأنها دكتورة بتقول لابنها إنها لازم تاخد مضاد حيوي، وبنشوف لوكاس بيحاول يدور في الأدوية الموجودة في الأوضة على المضاد الحيوي، لكن اللغة اللي مكتوبة على العلاج الموجود مش إنجليزي، ولا علشان كده مش بيقدر لوكاس إنه يلاقي أي علاج مناسب لماريا. وبيدخل الدكتور اللي بيعمل لها اسعافات اوليه وبيوقف النزيف اللي في رجليها، وبتكون حالتها في الوقت ده مستقره.
وبيحاول لوكاس انه يدور على اي اكل لوالدته وفعلا بتاكل وبتقوله انه بيتعامل برجولة وانها مبسوطة بيه جدا وبتوعده انها تكون كويسة وبتطلب منه انه يحاول يساعد اي حد محتاج مساعدة في المستشفى. وبيقابل لوكاس واحد بيدور على اولاده وبياخد اسماء اولاد الراجل وبعدها بيسمعوا كل الناس المصابة وبيدوله اسماء اولادهم اللي فقدوهم في الاعصار وبيطلبوا منه انه يدور عليهم. وبنشوف لوكاس بيسجل اسماء المفقودين من اهاليهم على ورقة وبيبدأ انه يدور عليهم. وبيقدر لوكاس انه يساعد ولد صغير انه يرجع لابوه. وبنشوف لوكاس وهو مبسوط لانه قدر انه يساعد الناس في وسط الفوضى دي كلها انها ترجع تاني لاهلها. وبيرجع لوكاس لأمه ماريا علشان يطمن عليها لكنه مش بيلاقيها وبينادي عليها بأعلى صوته في المستشفى. وبتسمعه دكتورة وبتاخد بياناته وبتحاول انها تساعده في انه يلاقي ماريا. وبنلاقي ان ماريا لسه عايشة لكنها اتنقلت لمكان تاني في المستشفى علشان تكون في العناية. وبننتقل بالأحداث لهنري اللي بيكون لسه عايش وبنلاقيه لسه قريب من المكان اللي كانوا واخدين فيه الشاليه بتاعهم. وبنشوفه بيدور على عيلته في كل مكان في الشاليه لكنه بيقع على الأرض من كتر التعب. وهنا بنتفاجئ بأولاده توماس وسيمون لسه عايشين برضه وما حصلهمش أي إصابة وبيقدروا إنهم يوصلوا لهنري. بنشوف هنري بيتكلم مع أولاده وبيقول لهم إنهم لازم يروحوا للملجأ اللي بيجمعوا فيه الناس اللي نجت من الإعصار وإنه لازم يفضل هنا علشان يدور على لوكاس وماريا. وبيقول لتوماس إنه لازم ياخد باله من أخوه لحد ما يرجع لهم وفعلا بيودعهم. بعدها هنري بيكون قاعد مع مجموعة من الناس وبيحكي لهم إنه مش قادر يوصل لمراته أو ابنه وبيقرر واحد منهم إنه يساعده وبيديله تليفونه علشان يعمل بيه مكالمة. وبيكلم هنا ابوه يساله اذا كان وصل له اي معلومات عن ماريا ولوكاس لكنه بيقول له انه ما وصلوش اي اخبار. وبيبكي هنري من خوفه على مراته وابنه لكن ابوه بيطلب منه انه يحافظ على هدوءه علشان يقدر يفكر كويس ازاي يوصل لهم. وبنشوف هنري وهو بيدور على مراته وابنه لما مش بيلاقيهم قريبين من المكان اللي كانوا قاعدين فيه بيقرر انه يدور عليهم في المستشفيات القريبه منه. بنرجع للوكاس اللي بيكون قاعد جنب ماريا في المستشفى وبنشوف دانيال اللي انقذوه من الموت ولما بيمشي وراه بيشوفه بيضحك مع ابوه وبيفرح لوكاس انهم ساعدوا دانيال انه يرجع لاهله. وطبعا بيتمنى ان هو كمان يلاقي ابوه واخواته توماس وسيمون ويكونوا لسه عايشين. بيوصل هنري للمستشفى اللي فيها ماريا وهو طبعا ما يعرفش انها هناك ولان الناس كتير والفوضى في كل مكان مش بيقدر انه يوصل لها. وبيلمح لوكاس وهو ماشي في المستشفى حد شبه هنري وبيجري عليه لكنه بيتوه منه في وسط الزحمه ومش بيقدر يوصل له. بالصدفة بتكون العربية اللي بتنقل توماس وسيمون للملجأ بتعدي من قدام المستشفى وبتقف في المكان ده علشان بيكون الولاد الصغيرة عاوزين يدخلوا الحمام. بنشوف لوكاس وهو بيصرخ بأعلى صوته علشان ينادي على أبوه اللي تاه منه في الزحمة لكن بنتفاجئ كلنا لما بيسمعوا توماس وسيمون وبيقدروا إنهم يتعرفوا على صوته وبيجروا عليه وأخيرا بيلاقي لوكاس إخواته الصغيرين. وبيسمعهم هنري اللي كان على وشك إنه يسيب المستشفى ويروح لمستشفى تانية لولا إنه شاف الولاد الصغيرين بيلعبوا بكرة شبه بتاعة أولاده وفعلا بيجري عليهم وبيتجمع شمل العيلة مرة تانية بفضل لوكاس. بيقول لوكاس لأبوه وإخواته إن أمهم لسه عايشة وبياخدهم للمكان اللي هي موجودة فيه. وبتفرح ماريا جدا إن هنري وأولاده رجعوا وبتقول لهنري إنها دلوقتي ما بقتش خايفة إنها تموت وده لأنه اطمنت على أولادها وإنهم مع أبوهم. وبياخدها الممرضين في المستشفى وبنعرف إنها لازم تعمل عملية دلوقتي حالا علشان يوقفوا النزيف اللي في رجليها. وبترفض ماريا إنها تاخد بنج لكن الممرضة بتطمنها وبتقول لها إنها لازم تفكر في أولادها اللي مستنيينها تخرج معاهم. وهي كويسة وفعلا بتاخد ماريا البنج وبتدخل غرفة العمليات. وبنشوف بقية العيلة وهي قاعدة على الأرض ومستنين ماريا تقوم من العملية وخايفين عليها جدا. بنشوف لوكاس نايم على السرير وبيسرح وبيفكر في كل اللي حصل لهم من وقت ما الإعصار حصل لحد دلوقتي. وبيخرج الدكاترة من أوضة العمليات وبيطمنوه إن العملية نجحت وإن ماريا بقت أحسن وإنها خلاص عدت من المرحلة الحرجة. وبيوصل دعم ليهم من الشركة اللي بيشتغل فيها هنري وبيرجعوا لبلدهم وعلى الطيارة بتلاقي ماريا العناية الطبية اللي هي محتاجاها. وعلى الطيارة بنشوف لوكاس بيتكلم مع أمه ماريا إنه فرحان إنه قدر يلم شمل عيلتهم مرة تانية. وبيحكي لهم كمان إنه شاف دانيال مع أبوه وده لأنها صممت إنهم يرجعوا وينقذوه. وبتقول ماريا لوكاس إنها بتحبه قوي والفيلم هو قصته حقيقية لعيلة من أمريكا قررت إنها تقضي أجازاتها في تايلاند واتعرضت لإعصار تسونامي في سنة 2004 وقدرت إنها تنجو منه بأعجوبة بدون ما يفقدوا أي حد منهم. لو عجبتك الحلقة دوس لايك وشير وما تنساش تعمل سبسكرايب لو أنت مش مشترك في القناة وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك منا كل جديد.